لا يمكن لأي مصادفة أن تجمع 500,000 نملة على هدف واحد مشترك. تزعم نظرية التطور أن الكائنات الحية تتصارع فيما بينها من أجل البقاء، وتقبل بهذا مبدأ لآلية التطور. في هذه الحال لا تستطيع نظرية التطور بأي شكل تفسير وجود أمة النمل المؤسسة على التضحية والتكافل. من جهة أخرى ترجح نظرية التطور أن الكائنات الحية اكتسبت خصائصها تدريجيا نتيجة التغيرات، بقاء الأصلح. ولزم في هذه الحال أيضا أن يتم تشكيل النظام الاجتماعي للنمل بشكل تدريجي، وهذا محال، لأنه كما شاهدنا في هذا الفيلم أن مستعمرة النمل كانت مكونة من نملات ذات مهمات مختلفة، والتقصير في مهمة واحدة يعني نهاية هذه المستعمرة. وعلى سبيل المثال نأخذ النملات المزارعة. إن لم تدافع المحاربات عن المملكة، إن لم تقطع النملات العاملة الورق، إن لم تهيئ طرقا عامة لنقل هذه الأوراق، إن لم تبنى البيوت الضخمة بالتعاون، إن لم تنظف الأوراق المحضرة إلى العش واحدة واحدة، إن لم تطحن النملات الطاحنة الأوراق، إن لم تخمر النملات الماضغة مسحوق الفطر، إن لم تنجز كل هذه الأعمال، فالأعمال الأخرى التي تقوم بها لا تفيد، ولا يمكن لها الحصول على الفطر المطلوب، وهذا معناه موت كل النملات في المستعمرة جوعا. ولو تأملنا بشكل أدق تفاصيل هذا النظام سنفهم إلى أي مدى أعد هذا التخطيط. على سبيل المثال، إن لم توجد مادة الزنك التي تغطي شفرات النمل القاطعة للورق، إن لم ينتج سائل الأنتيبيوتيك الخاص من أجسامها لتحمي المستعمرة من البكتيريا، إن لم تحدد حرارة ورطوبة مسكنها بشكل خاص، إن لم تتحرك جميع النملات وفق هذا النظام الدقيق، إن لم يكن الأمر كذلك، لا يبقى لكل هذه الخصائص التي يتمتع بها النمل أي معنى، ولا انتهت حياتها في مدة قصيرة، لأن بقاء المستعمرة متوقف على وجود هذه الخصائص كلها معا. نستنتج من هذا أن النملات لم تكتسب خصائصها تدريجيا، أي لم تتطور، بل على العكس، فبنية النمل الرائعة التي تأملنا فيها خلقت بكل خصائصها معا في وقت واحد،